خلاص انتهينا حلقتنا، خلاص انتهت. استمتعنا جدا بكم، لكن استاذ عفاف انا عندي زول داير ادخله لك. تفضل. في حاجه خليتها انت فيها؟ شعورك شنو الليله بالفخته؟ ايوه كده انا بقول هجانه. ده الليله ما احنا ما خلاك تبكي شويه وتضحك يعني. الجريوات دي بتخليك مسخت علي بها المحله. والله ظريف، الوقت كان جميل والله نحن مبسوطين اكثر من يعني. شكرا حضورك، كونك انك تجينا هنا. والله ما في حاجه، صدقني انت اصلا زميلي ويعني كتر خيرك. ليه عندك يعني. انا عارف ان انت ما بتمشي ضيفه بسهوله يعني. والله انا بس ما بحب الضيافه ولا الحوارات الصحفيه دي، بس بدور لما اكون ما شغال ارقد في بيتنا فتره انا شويه. استاذ عفاف. نعم. نحن في شخصيه دايرين ندخلك على الهواء. اتفضل. قد تكوني بتعرفيها وقد تكوني ما بتعرفيها. غالبا ما بعرف. في حاجه انا بعرفها انت عملتها لي غير عملت لي حاجات ما بعرفها خليتك الله يا كريم. ده زول داري يعمل داري يهدي لك حاجه على الهواء. اتفضل حباب عشرة كده سلم عليه، احتمال تعرفين من صوته. ما اظن. قولي الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حبابك عشرة. يعني إذاعة المهن إذاعة بنعرفها فيها ناس كويسين لكن مسكونة. بتحاكي مين كمان؟ إذا المكوى إذاعة الفضلية هي الناس بتاع الطعمية إنه لهم خسارة. المذيعين برضه يدخلوا الصحفيين حاجات جميلة لكنهم ما عارفين. تعلمون غنوا ليه ليمون شكايتي علي شاكرة بوكي خضرة ده مين بيحكي كده؟ والله اعلامي احمد الشيخ بسوداني 24. والله يا مصطفى بيتبالغ، لكن قبل قلت لك حاجه خليتك بيها تلومني. خيط الفخده هي في ضغاين حول الناس. اول كاس عالم كان سنه 1930 ام جريوات اكله في البطانه بنعرفها وبتعرفها. خلص بينا بيها حبوبات ما بيعرفوها. هل كان بيذبحوا جريوات؟ ذبحوا كم جريوة وعملوا كم حلة؟ كيف تقضي على جريوات في البطان؟ يا اخي من جابت لها جريوات حولت الغنادات حولت النزاع. والله كيف مصطفى يحلي لك. شكرا لك شديد. هو داير يهدي لك اغنيه انت قبل قلت عصير القصب. قلت احمد البلال لما لقاني جبت قصب سكر. طيب جرى طوالي كتب القصيده تبع سير الصاد. هو خليه يغني لك، خليه، لانه هو بالمناسبه هو اذا فخ يا زول هو. انا ما اتفقت معك على كده. شيلني من بالك قال لك شيليني من بالك. انا ما اتفقت معك على كده. حبيبي انت على الهواء الاذاعه دي مسكونه. انت على شفت بنا وكريم قاعدين ليه كده ده. يلا يا مصطفى عايزين نسمع عصير القصب. التحيه لدندش يعني. والله النصيحه الفخخه يحلها. الله يديك العافيه الله يديك العافيه كل سنه طيب. انت فخيت ولا جابوا لك دي؟ هو بس سمعتها ولا جابوا لك دي؟ هالمصايب زي دي فخخوك ولا جوك. ايوه. مصطفى يا اخي عايزينك تختم لنا عصير القصب. تفضل. عصير القصب اللي بيشوفني مشيت جيت ضواك ضل لي من غير يا سلام. داري فوق الدم والعصب. الله لي من ريد الصغير الحنان وبزيد العمير. كان ابوه وقالوا خير ما بخليه أنا لو يصير في ديبه حلاشة تعب. بكرة دندش يجيبني في عمود يقول والله لا أقول لك أنت مش شاكر وتمرد. مش شاكر وتمرد. مصطفى يهدد على حسين الصادق. كلمك بالمنشط الصباح. مصطفى يهدد. نجوم حسين الصادق في خطر. لازم الزول ده جديد بيستوي صوته جميل والله. والله ما شاء الله صوتك والله مصطفى ما مجامله، لكن صوتك جميل جدا. ظريف وحكاي. من وسط كلها بتحكي، حتى الجبهة كله بحكي. تجربة تستحق انه يتبنوها. تجربة تستحق انه يتبنوها طبعا زي البنات. لا هذا كبير. زي البنات طبعا جاري لك الكلامات ده. انت كريم ده نجحت فيه ونجحت الكريم ده. بن ده ما شفنا ليه لقمة بن لما قعدنا. شنو يعني نعمل فرقة نسميها ثنائي الفخ عفاف. والله كيف تفخخ روحك حيا في الاذاعه المسؤولة. الله يديك العافية. ان شاء الله بالتوفيق يا اخي. حياكم الله. شاكر لك انا يا مصطفى. شاكرين. شاكر دي واحدة من العبارات اللي حتكون شاكر لك شهيرة. شاكر وشاكر. عفاف نحن دايرين نختم خلاص. اختمي لين. كيف؟ اختمي الحلقة. أكون كطاولة لو ترددتها عشان استقبلك جواي، ولو غومتها نزل الموسيقى. أكون كطاولة لو ترددتها عشان استقبلك جواي،
لو غومت حد السيف بريقو لخبة الهداي دي حتى أمنيات قبلك حروف أبياتك كانت ساي. ده كله من السواحل ديك ومن ظلم المعدية، وأنا اللي بحتل فرح بالليل وغشوان المراكبية. وأنا بحتاج في الأول والآخر لزول يفهمني ويعرف إني نص إنسان زايد حتة فنان. أنثى بتعرف قيمة الريت تخلص وتزيد، راجل صادق وبشوش، ولو مرات العيش قصر بيجيد البوش. شكل الممكن بين نفرين وعندنا قدرة نتحمل حزن اللحظة حتى ضحكة بين، ولما الواسع الضيق بيطرح نفسه خير صديق. زول حاسب في الريدة كله حسابه مقسم مساحته بين يوم وعمري، كله غناحته إنه حيفضل دايما جنبي، والإلف حضور والشوق محضور والزعل الموجود مبتور، والثقة بالكون محبي معايا القدحة بزيت التوم، منساب ما حاسب دمعه ورجعت نكده سريع، ما شاك السنوات ولا الشيبات البانت خلى صورتي تضيع. الود البين الكاتل حيله على الأيام وشايل في طرفه الأحلام، والريت بيناتنا بزغرد بصوت مقروش في نص الحوش، وسعيدة معاه رايدني ورايداه، قابلني وقابلاه، دايرني ودايراه، والداخل في النص الله معاه، الواقع في الفخ الله معاه، الفرحة دعم، السكر رادم المر والهم، والفات ننساه. بحترف أنا أصلي ما ببقى بلاه، وانا بحتاج في الاول والاخر زولي عليك الله لملمتي مليون. السلام عليكم. عليك الله يا عفاف. يا سلام. انا جاني احساس انك بتبخري في الزول ده، بتبخري فيه وكده بخور العاده. يا اخي ان شاء الله والله يلقاه وبخره ويجيبك تبخر معي. كمونه زود يا اخي انت ايش ده مضحك اكبر اخوي يا جماعه. فخ ذاته كريم يا اخي يلعن. شكرا على الازعاج بتقول هاي بني وقف على كلام ودي فاضي يا اخي والله ما يعني بعد يعني كلام عفاف ويعني والحاجه الحلوه اللي قالتها دي يعني ما في حاجه تتقال. يعني انا والله بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكنا مبسوطين شديد يعني شديد والله، حاسين بألفة غير عاديه حنجي تاني وجو جميل اتعودتوا. أيوة بجد يعني حاجه حلوه يعني بجد يعني. ربنا يديكم الصحه والعافيه يا اخوان. شكرا لكم دندش وشكرا لعفاف. طبعا انا عفاف دي شهادتي فيها مجروحه، ما عايز اقول الكلام بتاع المجاملات لا لكن على المستوى الشخصي يعني انا قاعد اكون مبسوط لما الاقيها وشاغله انا بتكلم معاه فبتبسط. لو ما قلت له حوش الجامعه السكر بيعشرك في الحديد ما بتقول لي حوش الجامعه بس من بعيد خلاص يعني بجد قاعد تتبسط شديد والله. لكن سعيدة يا كريم. وبعدين بتسمعي الناس دي حاجه حلوه يعني، اي زول بتسمعي وما ما بتميزي ما فيها حاجه، دي حاجه الدنيا خيركم تراب، وبعدين بتساعد الناس في الدنيا. شكرا لدندش يعني رغم انه هو زول شرس في الكتابه لكن والله زول قلبه ابيض شديد والله. وزي ما تعتبره اخوك محل ما تلقى بتعتبره يديك العافيه. هو جبر كده بس. لما ضربت لعفاف قلت لها حيكون معنا اثنين، قالت لي الوضع طيب شديد. يا سلام. هو جبر طيبين شديد لدرجه انه هون يعني بخلوا روحنا عشان الناس عندهم مميزات كثيره، بس لو فهمتوا بتحبوهم. شكرا لكم. شكرا عبد الكريم الكباشي في الاعداد والبحث والاجتهاد والتفخيخ. كتر خيرك ما قصرت الليله، فخفخت لنا زين يعني بشكل جميل. كان المفروض اجيب لكم سخينه تعمل لكم حرقان كده شاقيكم الليل كله للصباح. شكرا للحبيب بن. على فكره الناس دي قاعدين من الصباح عشان خاطركم والله، عشان الفخر ظاهر والله قاعدين من الصباح. محبتهم واضحه. كريم ده له 3 ولا 4 ايام بيشوف عن حاجاتكم، فشكرا لك يا كريم. شديد والله عايزين عن الشكر. شاكرين شاكره. شكرا لكل الناس تابعتنا. انا ما اعرف اقول شنو، خلاص مع السلامه انتهت الحلقه. شكرا. انت ده جميل.